العادة السرية كوكايين العصر. وباختصار ما نطولش عليكم، عارفك صديقي العزيز ملي شي من كثرة هاد الفيديوهات حول هذا الموضوع، وكنوعدك الا كملتي هاد الفيديو وطبقتي داكشي اللي غنقول لك فراه كون متاكد ما غتخرجش من الفيديو كيف ما دخلتي ليه. دونك اول حاجه غنطلب منك هي دير متابعه للقناه وتبارطاجي الفيديو مع صحابك باش كلشي يستافد. يلا على بركه الله. الطريقه اللي غنقول لك اليوم ماشي شي حاجه جديده وماشي شي حاجه قديمه. هاد العمليه مش شحال هادي كانوا الناس كيديروها، ولكن في 2011 انتشرت بواحد الطريقه خياليه عند الغرب وتعرفات باسم النوفا. الطريقه اللي لقات استحسان عند بزاف ديال الناس وجربوها ولقاوها فعليا حلت لهم بزاف ديال المشاكل، زائد بزاف ديال الفوائد اللي ما عمرهم توقعوها. بمعنى حياتك غتبدل بتقنيه النوفا، بمعنى كتقطع العاده السريه والاباحيات، وهادشي كامل في مده 90 يوم اللي قادره تخليك وتردك انسان طبيعي. ولكن قبل اجي نعرفوا كيفاش حتى كنتبلاو بهاد العاده وشنو هما الاضرار الصحيه والنفسيه اللي كدير، كما غنعطيك كيفاش تحبس بطريقه صحيحه وغتسهل عليك، وغندعم الفيديو ديالي بمصادر ودراسات علميه اللي غادي نخليهم لك في الديسكريبشن. واولا كيفاش حتى كنتبلاو. في سن المراهقه كيكون عندنا كاملين واحد الفضول باش نكتشفوا الذات ديالنا، وهنا كنهضر على الدراري والبنات، حيت حنا في المغرب او البلدان العربيه ما عندناش واحد الثقافه جنسيه، وقولي فين غتلقى شي اب ولا ام جالسين مع ولادهم وكيشرحوا لهم هادشي. داكشي علاش دوك الاسئله اللي كيكونوا عندنا كنسولوهم غير صحابنا اللي هما بنفسهم ما عارفين والو. وهنا اول حاجه كنديرو كندخلوا للمواقع الاباحيه. هاد المواقع اللي كتصرف ملايين الدولارات اللي الهدف منها الوحيد هو توريك واحد النسخه مثاليه اللي ما عندها حتى شي علاقه بالواقع. في الاول كتكون باغي غير تعرف، ولكن من بعد ما كتفرج في الفيديو الاول والثاني والثالث كتجيك ديك الاثاره الجنسيه وكتولي باغي تجرب. ولكن بما انك انت باقي صغير وكابر فلت اسلامي ومحافظ، فراه ما غتقدرش دير شي حاجه، وكيبقى لك حل واحد هو الماستربيشن. كتدخل لواحد البلاصه اللي ما كيشوفك فيها حتى شي واحد وكتسد عليك الباب وكتجرب، وبطبيعه الحال كتوصل لواحد النشوه اللي كتعجبك بزاف وكتبقى تعاودها غدا وبعدو والسيمانه الجايه والشهر الجاي وحتى العام الجاي بلا ما تحس. كتلقى راسك مبلي. دابا غنهضروا على الاضرار الصحيه والنفسيه ديال هاد العاده. الكونسوماسيون ديال الافلام الاباحيه والعاده السريه هما بريه بحال كاع البليات، واخا دماغك كيبقى يقول لك انا قادر نحبسها وقت ما بغيت، جرب تحبسها وغتلقى راسك ما قادرش. باش نعرفوا هاد الاضرار الصحيه ضروري خاصنا نعرفوا واحد الحاجه. في اللحظه اللي تكون كتفرج في الاباحيه وكتمارس هاد العاده كتحفز عندك واحد المنطقه في الدماغ سميتها الاميغديلا، وهي بمثابه مركز المتعه في الدماغ ديالنا. يعني انت ولا انت كتشعر بالمتعه بسبب تحفز في المنطقه. هنا المتعه كنقصد بها اي حاجه كتخليك تشعر بسعاده خياليه، مثلا تربح شي فلوس كثيره، او انك تربح صاحبك في شي ماتش ديال الكره، وانك تتعاطى المخدرات. وهادشي كامل كيخلي واحد الحاجه اخرى تفرز اللي هي هرمون الدوبامين. يعني مادام الدوبامين كيتفرز فشعور المتعه مضمون عندك، وملي كتسالي داكشي اللي خلاك تشعر بالمتعه هرمون الدوبامين كيرجع بلاصتو حتى كتعاود ترجع دير داكشي اللي خلاك تشعر بالمتعه مره اخرى. وهذا الامر كيطرى بشكل بسيط وسريع، وهادشي اللي قلت كامل كيطرى في دماغ اي شخص سليم، وهذه هي الحكمه من عند الله سبحانه وتعالى. فراه الا كنتي غتبقى فرحان النهار كامل ما غاديش تقدر دير شي حاجه اخرى وتواجه الحياه. دابا غادي نعطيكم واحد المثال اللي مهم بزاف، انه في حاله تعاطي المخدرات ناخذ الكوكايين مثلا، شنو غادي يوقع لك؟ اللي غادي يوقع هو ان الكوكايين غادي يسد لك هاد المناطق وما غاديش يرجع الدوبامين لبلاصتو كيف ما قلنا في السابق، وبالتالي كيبقى واحد المده اطول في هاد البلاصه وكتبقى حاسس بمتعه خياليه. ولكن في حاله عاود ترجع تستخدم شي الكوكايين ما غاديش تحس بنفس المتعه اللي حسيتي بها النهار الاول، لانه كاين في الدماغ واحد النظام اللي هو نظام التعود، وبالتالي خاصك تزيد تطلع على دوز باش تحس بنفس المتعه اللي وصلت ليها النهار الاول، وكتبقى هكذا حتى توصل لمرحله الادمان. وهنا كتقول واحد الدراسه بان مشاهده الافلام الاباحيه وممارسه العاده السريه عندها نفس لا فونكسيون ديال ادمان المخدرات بالضبط. فراه ملي كتفرج كيزيد عندك افراز هرمون الدوبامين بكميه كبيره، وبالتالي شعور باللذة. وبعد سنين من المشاهدة والممارسة ما كيبقاش يتفرز عندك هذا الهرمون، وبتضطر انك تقلب على شي حاجة اخرى كمشاهدة الشهوات او التعذيب حتى كتنحرف جنسيا، وهذا هو اول ضرر كتعرض ليه. زائد انك ما كتبقاش قادر تجري حياتك لانه ببساطة كتأثر عندك واحد المنطقة في الدماغ بسبب ارتفاع الدوبامين. داكشي علاش كتسمع كيقولك لا تتخذ قرار وانت سعيد، لان هذه المنطقه هي المسؤوله عن اتخاذ القرارات والتخطيط. داكشي علاش كتشوف ان مدمني الاباحيه ليسوا موفقين في اتخاذ قرارات حياتهم، وهنا كتخرب دماغك، وهذا ثاني ضرر كتعرض ليه. هادشي من جهه، ومن جهه اخرى كتولف واحد الحاجه اللي ما كايناش في الطبيعه،
نورمالمون الانسان باش يحصل على ديك المتعه الجنسيه على مر التاريخ كيخصو يتعرف على واحد البنت يبقى معها مده طويله حتى لواحد النهار وكيوصلوا لهذيك العلاقه، في حين ان العاده السريه كتحرق عليك هذا البروسيسور وبكليك وحده كتوصل لديك النشوه. هادشي اللي كيخليك ما تبقى تصبر حتى شي حاجه، واي حاجه درتيها كتبغي تشوف النتائج ديالها مباشره، بلا ما نهضروا على انك ما كتبقاش اجتماعي وما كتبقاش تميل للجنس الاخر. اما في الجانب البدني العاده السريه كتخليك دائما ضعيف، الشعر ديالك كيبدا يطيح، وحتى من معدل هرمون الرجوله اللي هو هرمون التستوستيرون كيكون عندك ناقص. وهنا كندوي بالخصوص مع الدراري، فكل ما حافظتي على السائل المنوي كل ما كيكون عندك واحد الجهد وواحد الكاريزما خياليه، وكتكون واجد باش دير اي حاجه كبيره في حياتك. ودابا من بعد ما كرهتك في هاد العاده جات اللحظه المهمه في الفيديو اللي هي كيفاش نحبس هاد العاده السريه. بزاف ديال الناس باغيين يحبسوا لكن من مورا واحد المده قصيره ما كيقدروش يكملوا، بكل بساطه انهم ما عندهمش لا استراتيجيه اللي يخدموها. غنبدا معكم واحد الدراسه مشهور اللي دارها عالم النفس الدكتور بلوس الكسندر، اللي شد فيها مجموعه من الفيران وسد على كل واحد في قفص ولاح ليهم جوج قراعي، وحده فيها الماء وحده فيها الكوكايين. والنتيجه كانت هو ان الاغلبيه مشاو شربوا من القرعه ديال الكوكايين وبقاو هكاك حتى ماتوا. يعني اغلبيه ديال الفيران اختاروا الكوكايين على الماء. ومن بعد شدوا مشاو داروا واحد قفص كبير ودار العاب ودار فيه مجموعه من الفيران اللي بقاو كيشكلوا علاقات ما بيناتهم واستمتعوا. ومن بعد جاو حط دوك القراعي اللي دار في الاول، ولكن هذه المره اللي وقع هو ان كاع الفيران اختاروا القراعي ديال الماء. ولكن نستنتجوا من هنا هو ان الفيران كيتبلاو بشي بليه ملي ما كتكونش عندهم شي حاجه اخرى مولبيه، وهذا الشيء حتى على بنادم. دابا مع الانترنت ولا كلشي كيلقى المتعه غير مع راسو في الدار بلا ما حتى يخرج لبرا. هادشي اللي خلى الاغلبيه بعيد على النشاطات الاجتماعيه، واللي خاصك دير هنا هو انك تصايب عاده اجتماعي بحال تمشي لاصال تريني او تمشي تلعب كره او دير شي خدمه. المهم ما تبقاش بوحدك وساده لك في البيت. وانا الطريقه اللي كنصح بها هو انه فيما تجيك ديك الرغبه حاول دير عمليه النصب والاحتيال على دماغك، بحال تشد شي كتاب وتبقى تقرا فيه حتى ينسى دماغك، فهي مجرد لحظه وكتفوت. واخر حاجه كنصح بها هي غض البصر، غض البصر. واخيرا وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا وصلتي حتى لهنا كنبغي نقول لك شكرا على الوقت ديالك. هذا الفيديو تعذبت عليه بزاف، سواء ما كرهتش دير سبسكرايب وتبارطاجي الفيديو مع صحابك. والا عجبك المحتوى قول لي علاش بغيتي ندوي في الفيديو الجاي. تهلاو.